الشهداء عيد أقدس يوم عند السوريين، فدماء أبنائهم وأشقائهم وأزواجهم روت تراب سوريا الطاهر، فشمخ الجبل وتعطر السهل بدمائهم الزكية، فباتت سوريا قطعة واحدة من التراب الطاهر. بهذه المناسبة نوجه تحية إلى أرواح شهدائنا، شهداء الجيش العربي السوري والشعب العربي السوري على مر التاريخ، ونوجه تحية إلى شعبنا العربي السوري البطل وجيشنا الباسل وقائدنا المفدى الدكتور بشار الأسد، ونحن على موعد مع التحرير والنصر إن شاء الله. نترحم على جميع شهداء الوطن من مدنيين وعسكريين، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع جرحانا في الوطن الأم سوريا. تحية لجيشنا العربي السوري البطل الذي صامت في وجه كل مغزي وكل معادي على الوطن من حشرات الخليج وحشرات الأمريكان، ونتمنى أن يكون النصر قريب إن شاء الله بقوة جيشنا العربي السوري البطل. الجولان الذي عمد ثراه بدماء أبناء سوريا أحيا الذكرى، فمن ساحة الشهداء في قرية بقعاث المحتلة بدأت فعاليات اليوم بوضع إكليل من الزهر على نصب الشهداء. بعدها توجه المحتشدون إلى مجدل شمس المحتلة، حيث أقيم احتفالا بهذه الذكرى المجيدة، تلاه وضع إكليل من الزهر على النصب التذكارية لشهداء الجولان. هذا العيد المجيد عيد الشهداء نبعث بتحية حب ووفاء وإجلالا وإجبارا لشهدائنا، شهداء جيشنا العربي السوري الذين ضحوا بدمائهم ورووا بدمائهم تراب هذا الوطن الغالي العزيز، دفاعا عن الوطن ودفاعا عن حريته وكرامته. بنقول لأمهات الشهداء الله يصبركم، وسوريا بدها كثير، ونحن مشاريع شهادي إذا بيحتاج الأمر، نحن النساء لازم نكون مشاريع شهادي لأجل تراب سوريا. والله محيي سيادة الرئيس بشار الأسد، القائد الفذ اللي ما فيش قدامه بكل الأمة العربية، والله يرحم الشهداء. الجولانيون الذين فخروا بتقديمهم قوافل الشهداء في مواجهة الاحتلال الفرنسي والصهيوني اليوم أكدوا أن التحية تبقى لأبطال الجيش العربي السوري، من يكتبون بدماء شهدائهم وجرحاهم تاريخ سوريا الحديث. نحن من هنا من أرض الجولان نبعث بتحياتنا لجيشنا العربي السوري الذي يخوض معارك الشرف هذه الأيام من أجل أن تبقى سوريا حرة مستقلة سيدة. نحن من هنا نقول سنبقى أوفياء لهذه الأرض، معاهدين الله سبحانه وتعالى وشعبنا العربي السوري وجيشنا الباسل وقائدنا المفدى الدكتور بشار الأسد، أن نبقى الأوفياء لهذه الأرض محافظين على هويتنا العربية السورية التي لن نرضى عليها بديلة. على تراب الجولان تعمد الدم السوري فصنع نصر تشرين، وعلى تراب سوريا الغالية تتعمد دماء شهداء أبطال الجيش العربي السوري لتصنع نصر سوريا القريب. عطا فرحات، التلفزيون العربي السوري، الجولان المحتل.